صاحب الحج والشيله كما البراق بعرض المزناه اللي مثل شمس الظهر بارقها خلقها الله وزين خلقها وخلقها الخلاق ذليل جنسها في جيلها سبحان خالقها عين الليالي كتبها تذبح بها الشج وبها وصفها هي ما شفتها ضاقت بي الدنيا وصدري ولا والي كان لي ما تفارقها أحب بشاهد الغالي عسى ما هو محب فراق ولو راحت به في مغرب الدنيا ومشرقها إلى الليل ما شفته يزيد بقلبي الدقاق اي والله مع روحي بسلك العنكبوت الله معلقها ليه عرض علي قف مثل وقفة كثير الساق وساعة الوداع 10 من الكدلك دقايقها أنا وياه جددنا القسم والعهد والميثاق ولكن قدرة الله سابقة ما حد يسابقها تعاطينا العهد في واحد من عهد ما باق ما دام الناس لقه فالنفس يلزمنا نوثقها. قصيدة مرسلة لي من الشاعر نشمي الجدعي الظفيري، والقصيدة تعالج حقيقة موضوع مهم وهو موضوع السلفة أو الدين، وهم بعض الأشخاص يقترضون بعض الأموال بقصد الحيلة ولا يردونها لأصحابها ويقطعون سبيل المعروف.